هنتكلم النهارده عن السؤال الاكثر شيوعا في العقارات، ازاي ابدا استثمر في العقارات او ابدا منين؟ ناس كتير تبقى عايزه تستثمر في العقارات بس مش عارفه تبدا ازاي. لازم قبل اي حاجه تحسب العائد اللي هيخش لك. انا بستثمر ليه؟ عشان يخش لي عائد. احسب العائد اللي هيخش لي هيكون ازاي او هيكون ايه. الاجابه اللي بتلخص كل ده هي في كلمه واحده اسمها ROI Return on Investment، العائد على الاستثمار. ودي ليها كذا حسبه وحسبات كتيره جدا جدا. انا النهارده جايبها لك هلخصها لك بمنتهى البساطه. هي معادله بسيطه كده، صافي الربح على المدفوع في 100. يعني مثلا انت عندك شقه سعرها 5 مليون جنيه، بتأجرها في الشهر وليكن ب 20000 جنيه، فهتحسب الايجار الشهري اللي هو 20000 في السنه في 12 يعني 240000 على 5 مليون اللي هو ثمن الشقه في 100، هيديني نسبه سنويه حوالي 5%. فانا كده الشقه دي بتدخل لي في السنه عائد 5%. حسبه ROI بتكون حسبه عائد، حسبه سنويه، ان انا بحسب سنوي بيدخل لي كام من الشقه. في بقى انواع استثمار كتيره جدا، في سكني، في تجاري، في اداري، في فندقي. ده كله هنتكلم فيه المره الجايه، وهقول لك افضل حاجه تدخل لك اعلى عائد استثماري. وبس كده.